السلام عليكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. يا حيدر محمد وحمودي. اليوم عندنا مباراة الديربي النصر والهلال. فتوقعات المباراة على السريع، ما اريد اطول الفيديو يكون ممل وما يحبون الناس اغلبيتهم. فحمود توقعاتك المباراة؟ شوف، مباراة راح تكون قوية صعبة. الهلال ما يمر بأفضل أحواله، ولكن مواجهة النصر راح تكون مباراة صعبة على الفريقين. ما أقدر أتوقع بصراحة. أمنياتي بالتوفيق للنصر إن شاء الله اليوم. كريستيانو إن شاء الله يتألق، أول ديربي له، داخل بروح وحماس، وإن شاء الله التوفيق للنصر. آرائك أنت؟ أنا آرائي آخر مواجهة انتهت 2-2. إيه. وآخر 10 مواجهات انتهت 5 و4 بتعادل. صح. 5 لمن؟ للنصر و4 علي للأسف. فهي آخر 10 مواجهات. فأرجو بأنه اليوم ما راح تنتهي تعادل. مع العلم ترى الهلال ما يمر بأفضل أحواله. ما راح اليوم تنتهي خسران. تعادل ما اريد. ليش؟ لأن تقتل الطرفين. صح. صراحة. يعني لو تفوز انت، لو انا افوز. صح. تعادل ما راح انت لا تلعب على التعادل. انا ما العب على التعادل. بس اذا مثلا شلون اذا انا متقدم، اذا متقدم واحد على يعني تنهي المباراة. رجعت منطقتي ودافعت. هو الفريقين يحتاجون الفوز، فان شاء الله اليوم نشوف مباراة ممتعة، فريق واحد يفوز وان شاء الله يطلع النصر هو الفايز. توقعات المباراة؟ توقعاتك؟ 2-1. 2-1 ان شاء الله خير. ان شاء الله. ان شاء الله 2-0 للنصر ان شاء الله. خلي طبي يا اخي من يشوف سلمان فرج تحس اكو قائد هيك صدق هيك هالشيء اسم ثقيل بالملعب. مو بسلمان، حتى جمهور النصر يحبه، ما يكرهه، يعني عنده روح رياضيه. هذا الهدف. يا ابو طب جول شوت. عدالة مريقة حلوة، مريقة حلوة، بس منتها أقوى. والله بطل حقيقة. مقدمات اضرب لا شنو هاي؟ شفت شلون طلعت؟ ادري ليش ليش يقالوا ليش؟ يقالوا ريحها. يضرب راسيه. ما ريق اضرب راسيه. يقالوا ريحها. الدفاع وين الدفاع؟ شنو السالفه؟ جول لا هذا رعشه. لا واحد وياه؟ واحد يا شوف اللي يسوي. ابعد استعجل بيها. طيب هذاري حلو فوق كله. وينك جاء. والله ابوس الصلعه. صار وين بعيدة بابا. وخر ايده بس. لحظة ليش فتح ايده؟ كانت مستقرة، ليش فتحها؟ من فتحها بلعنة جزاء. الاشياء اللي تخرب واسع في المباراة والله. لا 1-0 موجود. يقدرون يرجعون. ما انتهت المباراة.
اشتغل المدرب. يا اخي ما نريد نطلع متاخرين من الشوط الاول. هاي تقتل الحماس بروح اللاعب. دمر اللاعب دمار من يطلع من الشوط الاول متاخر. تطلع متعادل وترجع بالنتيجه تعادل وتطلع شوط اول يصير عندك دافع قوي حتى. بطل بطل الحمد لله مرة. والله هدفين ضاعت، هذيش هدف وهاي هدف ضاعت، كان سقشي ثلاثة والله ثلاثة. سجل يا نور. فانتهى الشوط الأول، فإن شاء الله نعود لكم الشوط الثاني. فتوقعات حق حمود الشوط الأول كله يلخص لي إياه كم كلمة؟ بصراحة غير أداء سيء للفريقين من الأخير. لا بس النصر أنا راضي عنه. لا والله لا. أنا أشوف بصراحة غير الهلال ما يستحق النتيجة. ليش؟ لأنه اللعب صح استحواذا للهلال، بس استحواذ مو خطورة، مجرد هجمة واحدة وصلوا بها. طبعا الأولى كانت تقنية هاي ما عليك، بس الثانية اللي هي شو اسمه الجزاء، ركلة الجزاء وصلوا أول مرة يعني يوصلون هالمنطقة ويضغطون من لعب جماعي جزاء هدف. وشوف النصر كم مرة وصل للهدف، كم مرة شو اسمه هددوا، بس للأسف ما حالفنا الحظ. إن شاء الله حالفنا بالشوط الثاني ويقدمون مستوى أفضل يعني. أنا بعد رأيي، أنت شنو رأيك؟ أنا رأيي صراحة أنا أشوف مو مستحق. بالعكس أنا أشوف الهلال قدم مباراة كلش حلوة اليوم، وكانت أداء ونتيجة. صراحة كثرة الإصابات ترى هم يعني هم مو حلوة، إنه لاعبين شو اسمه اللاعب كل شوية وينصاب يوقع. بس يعني هي أشوف هي روح رياضية. إذا أنت صدق عندك إصابة هذا موضوع واحد، بس إذا نيتك تبطئ اللعب أو تفلش العاب بصراحة يعني معيبة بحق نادي الهلال. لأنه نادي الهلال والنصر والأندية الكبار اللي المفروض لعبهم يكون لعب متواصل، لعب مستمر، لعب مفتوح. فأنت من تشوف لاعبين يحاولون يسوون هالتصرفات هاي بصراحة المفروض يعني تروح حتى تكون مباراة جميلة ومباراة يعني بها شلون أقول لك روح رياضية. فإن شاء الله الشوط الثاني أفضل ونشوفكم بالشوط الثاني، انتظرونا. ورجعنا لكم الشوط الثاني وهي مباراة النصر والهلال. التوفيق إن شاء الله للنصر. هيدوري تتوقع راح تبقى نفس الوضع لو راح تجي اهداف؟ لا أتوقع هدف ثاني للهلال. اتوقع ان شاء الله 2-1 للنصر. ان شاء الله عندي امل كبير. التوفيق لك. اتمنى يكون نفس الاداء اللي شفته بالشوط الاول، اتمنى بس هذا اتمنى. 3-3 شوت بطل يا الحارس. والله نقدنا الحارس مرتين نقدنا والله على اللاعبين الدفاع الفاشلين. مرتين نقدنا. الحمد لله اليوم العقيد متألق ولا كان بلعنا. ويا رونالدو تسكر يا الله. ما ترضى تدخل فوق وما ترضى تدخل. الاسكا اقوى احرق الجول حرق اقوى. كذا التسديده هاي جزاء. بطل العقيدي والله بطل والله وحش العقيدي. ها شنو هاللعب؟ شنو هذا؟ شوف هو ايش جاي يسوي. لا حمود لا لقد عمي ماكو شيء. هو يقف قدامك كل شويه. ترى كويلان هذا معروف هذا اسلوب الخرا باللعب.
شوف شو يسوي بعبع، يعوفك شو يسوي بعبع. بلعه والله اللعب الخرا هذا اللي يعرفه. WWC هذا. ابو اللعب الخرا اللي يعرفه. اخذ اصفر على الخالي بلاش، اللعبه الجايه ما يلعب من ورا كويلار، يا ريت يسوى فلس. اللعب الخرا مالته هذا اللي يخلي اللاعبين ياخذون اصفر. ترى بهيج لعبي والله اللي يعرفه، بس هو العتب على الاتحاد. عتب على الاتحاد السعودي اللي ما يعاقب هيك امثال هاللاعبين الزباين هذولا. جزاء 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 جزاء. والله وحش ميشيل، وحش وحش. اسماعيل لكنه اسماعيل. والله ما لمسه، قسما بالله ما لمسه، بس هيك شوف ما لا لمسه. لا لا والله ما لمسه. انتبه عيد ما عيد. لمسه ما لمسه. انا اعرف هاي سوالف اللاعبين هذول اللي يعرفون يمثلون صح، اللي متدربين صح، داخلين دوره بروليود على يعرف شلون ياخذ ركلات جزاء. ايه قالوا الظاهر حلو قانون. ان شاء الله الكاميرا تراقب. شوف اوه طرد والله. لو اقل شيء يعني هو زار وطرد. تدري طلعت شنو؟ اللعبه الجايه لا كريستيانو ولا فلسكا. والله شوف عامل طرد والله. طرد حمراء ليه صفرة دعس قدام عيونك الحكم مو طرد. بطل! ابلع! من البداية رب التسلل. ما متسلل، مو هذا مغطي جسمه الله. لمسة يد. جزاء 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 ولكن ما ولا الكل يسكت. ركلة جزاء الكل يسكت، مو بس الكل. صد هو حمودي. هو شنو حايد صد؟ يعطيته بعد نفس قبل شوي مال العمري. شوف شلون. شوف شلون حاط ايده ما قالوا ما عندها هيك ما عندها. شوفه هذا حايد صد. وين هذا الثاني حايد صد. وهسه شوف ذا ما لقاها. انا الغيت والله الغيت. معروفة شو قلت معروفة. مو جزاء والله مو جزاء. من تعرف بالله والله مو جزاء. ارتدت حمودة التخبيط والهجبية يعني شلون المتذراني. شوف تشيك روح شوف. شوف لا تقول لا عين على الطوبة طخت باثنين ودقم لا طلع. شنو؟ مو جزاء.
اكيد ما كان ركله جزاء النصر. طب شويه مال عمري همينه مو قصده، كره سريعه وكان يريد يوخر يده، بس لا ما يصير. هذا الهلال يوخر يده الهلال لازم يوخر يده هيك حمود. خليني ساكت ما اريد اخربها هذه. فاتح لي ايده هاك. وين كلها تكت والله ولا ياسر اخلص بابا انتهت المباراة وكانت الفوز محلي في نادي الهلال صراحة بأداء ونتيجة. ما شفنا أي تأثير غير لكريستيانو بلقطة واحدة أو لقطتين، وتاليسكا ما شفنا يمكن إلا لقطات كلش قليلة. شفنا تألق كلش كبير من ماريجا وإيغالو، تألق كلش قوي يعني. كانوا ميشايل ما ننسى أكيد ميشايل صراحة تعب الاطراف الاظهر مال نادي النصر. فانا اشوف بان الفوز كان باستحقاق كامل من دون اي انحياز لنادي الهلال يعني. والتحمود شنو رايك بالخساره؟ والله اداء سيء بصراحه، ما توقعت الاداء هذا. ما عندي كلام، بس الاداء سيء. زين ترى قالوا لك حمود طلع لنا 3 لاعبين من النصر، انت تعتبرهم النصر ما يحتاج هيك اسماء. النصر مشكلته بالدوري ما يلعب محترفين كاملين، يعني يلعب ب4 اتوقع ما ادري 5. فلازم يطلع بيتي، يطلع مشاربوف. اليوم شفناه من اسوأ اللاعبين محترف، يعني المفروض محترف يكون مستوى افضل من المحلي، ماكو اي اضافه. طلع بيتي مصاب، ما شفناه بهالموسم. كل شيء ما استفاد يعني من عنده. رواتب تندفع بيتي، وعندك مشاربوف بعد منو والله، عندك اسماء من المحليين كم اسمهم لازم يطلع، بس اهم 2 اللي هم بيتي ومشاربوف لازم يطلعون. جيب محترفين على مستوى عالي. وبس هذا اللي عندنا كان اليوم. صراحه كانت مباراه كلش حلوه وتونست بها، وكانت مستوى عالي تليق بدربي مثل درب الرياض، مثل دربي المملكه العربيه السعوديه. صراحه كل التوفيق للاثنين، والقادم افضل لنادي النصر. وهارد لك حمودي، والف مبروك لجماهير الهلال بصوره عامه. وبس هذا اللي كان عندنا، مع الف سلامه.